السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكي، معاي أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وإنتي. اليوم بإذن الله تعالى رح نبدأ نتكلم عن مواضيع خاصة تهمني أنا وإنتي فقط. نحن النساء في بعض المواضيع ما نقدر نفهمها لأنه معناها مو واضح بالنسبة لنا. ممكن يكون عشان طريقة طرح الموضوع يكون شوية صعبة، أو إنه كأنه الكلام فيها موجه للرجال أكثر من النساء، فنعتبر نفسنا إحنا ما يخصنا هذا الكلام. اليوم رح نتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا اللي هو تقدير الذات. كثير من النساء ما تعرف شيء عن تقدير الذات، ولما حتى يتكلموا فيه من يتكلم برضو يظل موضوع غير مفهوم. إيش معنى تقدير الذات؟ كيف أنا أعرف أني أنا تقديري لذاتي كويس أو تقديري لذاتي سيء؟ كيف أعرف طيب أحسن تقديري أو أرفع تقديري لذاتي؟ فخلونا نبدأ من أول شيء. نحن أول شيء لازم نتفق على تعريف إيش معنى تقدير الذات. ببساطة تقدير الذات معناها إيش رأيك أنت عن نفسك. اليوم لما أجي أنا أقول لك إيش رأيك أنت عن نفسك، لازم يكون عندك جواب واضح بناء على معرفتك بنفسك. فإذا أنت ما تعرفي نفسك معناها ما راح تعرفي إيش رأيك عن نفسك. وببساطة أكثر، إيش يشبه سؤال إيش رأيك عن نفسك؟ يشبه بالضبط سؤالي إيش رأيك في فلانة، أو إيش رأيك عن علانة من الناس. وببساطة أكثر وأكثر نقدر نتخيل الموضوع زي لما أنت أحد يبغى يخطب ولا يسأل، ولما يجي يسألوك أنت يقولوا لك يا فلانة إيش رأيك في فلانة الفلانية، فتبدأي تعطي رأيك عنها وتعطي تفصيلات أكثر. هذا بالضبط معناه تقدير الذات. إيش رأيك أنت عن نفسك؟ موضوع تقدير الذات عند النساء هو أكثر أهمية من عند الرجال، لأنه النساء بصفة عامة عندهم تقدير سيء لنفسهم أو تقدير سيء لذاتهم، لأن المرأة ربطت موضوع أو تقديرها لنفسها بنظرة المجتمع لها بناء على شكلها. يعني إذا شكلها حلو المجتمع يقبلها، إذا شكلها أقل المجتمع ينظر لها نظرة أقل، إذا كانت ما هي حلوة المجتمع يتعامل معها بناء على هذا الرأي. لذلك النساء أغلبهم يركزوا على الشكل الخارجي في تقديرهم لذاتهم، ما ينظروا إلى داخلهم، ما تنظر إلى روحها، عقلها، نفسها، مزاجها، شخصيتها، مواهبها اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها إياها. لذلك أغلب النساء تقديرهم لنفسهم إما منخفض أو غير معلوم. قليل من النساء نحن نشوف أنه عندهم تقدير عالي لنفسهم، وهدول كمان لهم أسبابهم وظروفهم وتجاربهم اللي مروا بها وصاروا بهذا الشكل. طيب إيش أعراض تقدير الذات؟ أو اليوم إذا نبغى نعرف إحنا عندنا تقدير لذاتنا عالي أو غير جيد أو جيد أو غير جيد، كيف نعرف؟ طبعا في طريقة معينة نحن لو ننتبه لها شوية ممكن نعرف أي نوع من تقدير الذات هو لأنفسنا. إذا أنت بتتعاملي مع الناس أو في المحيط اللي أنت تتواجدي فيه، سواء مع زوجك ولا أولادك ولا صديقتك ولا عائلتك ولا جيرانك ولا المجتمع ولا في المناسبات الاجتماعية، أنت مو أنت، أو أنت ما بتتصرفي بناء على شخصيتك وقناعاتك أو على طبيعتك، أو ما أنت على طبيعتك، هنا لازم تعرفي أنه أنت عندك مشكلة في تقديرك لذاتك. ليش؟ لأنه كونك تتصرفي خلاف طبيعتك، خلاف مزاجك، معناها أنت تحتاجي في أعماقك أنه الناس تنظر لك نظرة جيدة، فبالتالي لازم معناها تتصرفي بطريقة ترضي الآخرين، ترضي اللي حولك. فإذا كان عندهم موضوع معين وكلهم تقريبا أو الغالبية منهم من النساء مثلا متفقين على أنه هو كذا وكذا وكذا وكذا، ويجي يسألوك يا فلانة إيش رأيك فيه، هتقولي صح كلامكم والله أكيد هو كذا، لكن أنت في أعماقك تكوني ممكن ما أنت مقتنعة بالموضوع، بس ما ينفع ترفضي كمان أو تخالفيهم الرأي، لأنه هذا راح يكلفك نظرة هجومية، أنه كيف أنت تقولي كذا، يعني إحنا معناها ما نعرف، إحنا كلنا قاعدين نقول رأي واحد ذا الموضوع وأنت تيجي تخالفينا، يعني إحنا ما نفهم، أنت الوحيدة اللي تفهمي. هذا الإحساس اللي يوصل للنساء أو يوصل لك أنت تحديدا هو اللي يخليكي تشعري أن أنت تقديرك لذلك منخفض. لكن حتلاقي بالمقابل ممكن بعض النساء ما يهمها هذا الكلام كله، يعني تكون رأيها، تشارك في أي اجتماع، إذا سئلت تعطي رأيها ببساطة، تكون على طبيعتها في أي مكان، إذا راحت مناسبة
تلبس زي ما تبغى، تاكل زي ما تبغى، يعني ما يهمها رأي الناس فيها. آخر شيء تفكر فيه هو رأي الناس. ولما نقول إنه آخر شيء تفكر فيه هو رأي الناس، إحنا قصدنا في كل الجوانب في الحياة وليس في جانب واحد. ممكن واحدة تقول لك أنا ما يهمني رأي الناس في لبسي، لكن يهمني رأي الناس في شكلي. ممكن تيجي تقول لك واحدة أنا ما يهمني رأي الناس في حياتي، لكن يهمني رأي الناس في تربيتي لأولادي. فهي منقسمة طبعا. لكن اللي عندها تقدير عالي لذاتها واللي تعرف نفسها صح تلاقيها ما يهمها رأي الناس، لا في شكلها ولا في أكلها ولا في بيتها ولا في مزاجها ولا أي شيء. هي مختلفة تماما عن الآخرين، واختلافها هذا ما يزعجها أبدا أبدا أبدا. طيب، فهنا إذا نحن نرجع نقول إنه إحنا كل ما كنا مع الناس على طبيعتنا حنكتشف إنه إحنا تقديرنا لنفسنا مرتفع جدا، وإذا كنا مو على طبيعتنا حيكون معناها تقديرنا لنفسنا منخفض. كمان مثال تاني، ممكن تكون واحدة على طبيعتها مثلا مع صحباتها، مع أخوانها، مع أخواتها، لكن مع زوجها ممكن مو على طبيعتها، تصير رسمية أو شخص آخر. طبعا كمان هذه إشكالية تانية، لأنه إلى متى حتستمر زي كذا؟ معناها أنه هي قاعدة تكون الآن مع زوجها بهذا الشكل. ليش؟ لأنه هي ترغب أنها تحصل على قبوله واستحسانه وحبه، فهو يعني طالما أنه يبغاها بهذا الشكل أو بهذه الطريقة في التعامل أو بهذه الأخلاقيات هي تكون زي ما هو يبغاه. لكن بمجرد ما يبتعد عنها أو تكون في علاقة مع صحباتها ولا أخوانها ولا في مجتمع تاني مختلفة تماما. طبعا هذه ازدواجية وهذه إشكالية كبيرة جدا، ويؤدي بالغالب أنه هي ما تحصل على الشيء اللي ترغب فيه مع زوجها. إذا كانت ترغب بالحصول على الاهتمام والحب فهي لن تحصل عليه، لأنه سبحان الله اللي في القلب أو ما يعتقده الإنسان في ذهنه هو اللي يظهر في السطح في واقع الحياة من خلال سلوك الناس وردة فعلهم معنا. كمان عندنا من أعراض اللي هو أو من مظاهر قلة تقدير الذات إنه بعض الناس مثلا يمثلوا دور المسكين والضحية، يعني دائما تتشكى ودائما مسكينة ودائما مغلوبة على أمرها ودائما مريضة ودائما ودائما ودائما، فهي تستجلب بهذا السلوك الاستعطاف. الناس تعطف عليها، ودائما لما يتكلموا مسكينة فلانة والله ما توفقت في حياتها وزوجها متعبها، مسكينة فلانة حظها في الدنيا قليل، أولادها متعبين، مسكينة فلانة إيش ما سوت في الدنيا حظها قليل جدا يعني، والمصايب دائما على راسها. الناس إيش عرفهم هذا كله؟ يعرفهم لأنه أنت بتتكلمي، وهذا يدل أنه أنت تقديرك لنفسك قليل جدا أو ضعيف جدا. طيب هل ما نشتكي مثلا ولا نتشكى مع الناس؟ لا طبعا احنا ما نقول زي كذا، لكن اليوم لما انت تبغي تتكلمي وتشتكي وتتشكي لازم تعرفي ليش قاعد تسوي زي كذا. هل انت بتبحثي عن الحلول ولا بس تبغي تتشكي عشان تحصلي على استعطاف الناس وشفقتهم؟ ولما تبدأ تتكلمي وتشتكي كمان لازم تعرفي مع مين تتكلمي، مع 100 وحدة ولا مع شخص واحد تثقي فيه في عقله في دينه في أمانته وفي خلقه إنه ممكن يوجهك. هذا مهم، لأنه بعض النساء هم أساسا يعني يحبوا هذا جو الشكاوي، دائما تحب كذا، دائما تشتكي، دائما عندها مشكلة، دائما 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 عندها كذا، وهي حقيقة ما تدور على الحلول، هي تدور على الاستعطاف للناس، وهذا دليل أنه تقديرها لنفسها قليل جدا أو ضعيف جدا. وفي بعض النساء عندها شكل تاني من سوء تقديرها لنفسها، أنه هي تكون قاسية وناشفة مع الجميع وعنيفة جدا حتى مع زوجها وأولادها وكل اللي حواليها، وممكن شوية تظهر التعاطف والحب والاحترام مع الناس الغرباء جدا اللي ما يعرفوها، لكن بصفة عامة نحن نقول عليها قاسية ما عندها رحمة. وهذه الإنسانة اللي نقول عليها قاسية ما عندها رحمة كوني متأكدة أنه هي في داخل قلبها هي إنسانة خائفة جدا، لكن تظهر هذه القوة حتى أنه الناس ما تتجرأ عليها، وده برضو كمان شكل تاني من أشكال قلة تقدير الذات. في ناس أو في نساء تحب كده تضخم الإنجازات حقتها، يعني إذا سوت شيء هي تشوف نفسها أنها هي يا سلام سوت شيء مرة كبير في الحياة، يعني أكبر من الناس كلهم، وإذا أولادها تفوقوا بسبب أن هي ما شاء الله قاعدة لهم تعتبر نفسها أن هي سوت إنجاز عظيم جدا كأنه ما حد سوى زي كده إلا هي. تضخيم الأفعال الجيدة والنجاحات إلى شيء كبير جدا عظيم يخفي في داخله إنسان عنده قلة ثقة بنفسه وقلة تقدير لنفسه.
طيب إيش الحل؟ هل ما نضخم نجاحاتنا؟ لا، إحنا ما نقول كمان كده، بس لا نضخمها مرة ولا نقلل منها. نعتبر إن إحنا النجاح اللي نحققه هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونعتبر إنه هذا النجاح اليوم هو يصب في إنه في جانب اللي هو أن أنا تعلمت وفهمت الحياة بطريقة صحيحة، والتطبيق العملي للأشياء الصحيحة في الحياة نتيجته هو النجاح اللي أنا شايفته. يعني أكون معتدلة جدا ومتوازنة في نظرتي لهذه الأشياء. هذه الحالات الأربعة من خلالها الواحد يعرف أن تقديره لنفسه سيء جدا، اللي هي إيش إحنا قلنا عليها، إنه الإنسان يكون، إن الوحدة تكون ما هي على طبيعتها مع الناس في علاقاتها، أو إنه هي تضخم النجاح تبعها، أو إنها هي دائمة الشكوى، أو إن هي قاسية جدا مع الآخرين، بغض النظر طبعا عن التبريرات اللي ممكن تتكلم فيها إنه أنا ليش أسوي زي كده عشان كده بدون التبرير. يعني هذه العلامات كلها تدل على أنه هذه الإنسانة هي شخص تقديره لنفسه منخفض جدا. طيب إيش أهمية تقدير الذات المتوازن، أو أن الإنسان يكون عنده تقدير جيد لنفسه؟ إذا كان الإنسان مثلا أو الوحدة عندها يعني في داخلها مثلا تشعر أنه هي ما هي حلوة، وأنه الناس ما يحبوها، وأنه الناس ما يتعامل معها بطريقة لائقة، إيش راح يصير؟ راح تتصرف بدون ما تشعر بطريقة تخلي الناس بالفعل ما تحبها، وبطريقة بالفعل الناس تخليهم يشوفوها أن هي ما هي حلوة وأنها ما تستحق الاحترام. هي اللي قاعدة تتصرف كده، فالناس هيتعاملوا معها بناء على هذا الشيء، فهي تفكر أن الناس هم قاعدين يتعاملوا مع هذا الشيء، لكن الحقيقة هي اللي قاعدة تتعامل مع نفسها بهذا الشكل في داخلها، يعني كأفكار. فأنت اليوم لما تيجي تفكري في نفسك أنه أنت حلوة، وأنه أنت جميلة، وأنت مثقفة، وأنت قوية، وأنت إنسانة مؤمنة وواثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه أنت إنسانة مثقفة وواعية، وأنه أنت إنسانة تقدري تحتوي الناس اللي حولك، تلقائيا تصرفاتك راح تكون بناء على ما تشعري به. فلما تتصرفي بهذا الشكل الناس راح تشوف تصرفك، وهذا التصرف تبعك الحكيم والعاقل والمتوازن معاهم هو اللي راح يخليهم يتعاملوا معاكي باحترام وتقدير وأدب ومحبة وتعظيم لشخصيتك. يعني فإذا شايفين كيف إنه إحنا النساء نسيء لأنفسنا بنفسنا، يعني الناس ما لهم دخل، كل الأشياء اللي تحدث في حياتنا ما لها دخل. الناس لما تتعامل معاكي بطريقة مو كويسة ما له دخل، أنت أساسا كيف قاعدة تتعامل مع نفسك، أنت كيف تنظري لنفسك. لا يمكن تكوني أنت في داخلك تنظري لنفسك نظرة فيها احترام ومحبة وتقدير والناس تعاملك خلاف كذا. ونفترض جدلا يا ستي إنه الناس بالفعل عاملتك كذا، ردة فعلك هذا قرارك أنت، هل يهمك رد إنه هم يتعاملوا معك كذا، ولا يهمك تعامل مع نفسك بهذا الشكل؟ بالضبط إيش يشبه هذا الأمر؟ زي لما أنا أحب واحدة وأحترمها وأقدرها، طيب معناه أنا محتاجة اليوم أتعامل مع نفسي بنفس الطريقة، أقدر نفسي وأحبها وأحترمها. اللي أنا حقدمه للآخرين أو للناس اللي أنا أقدمه لنفسي معاهم. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم نكمل ما تبقى من تقدير الذات في هذه الجلسة من أنا وأنت ودردشتنا حول هذا الموضوع.